بيبدأ فيلم النهاردة على ولد اسمه أوفي في مدرسة في مومباي في الهند، وهو ابن رئيس عصابة مخدرات اسمه مهرجان اللي كان محبوس في عصابة خطفت أوفي ده، والمسؤول عنه ساجو راح لأبوه في السجن وقال له رجع ابني لا إما أنا هقتل ابنك. في استراليا جت العميلة نيك وكلمت تايلور على إن مهمته يجيب لهم الولد، وعرفته إن الأمير عاصف تاجر المخدرات في داكا، وقبل المهمة مع انها مستحيلة لانه عاوز يتخلص من حياته. وقالوا لتايلور ان رجالة مهرجان طلبوا منه يرجعوا ابنه، واضح ان عصابات المخدرات بتحارب بعضها. وبدأ تايلور المهمة والعصابة خدوه وربطوه وطلبوا منه الفدية، ووروه اوفي وخدوه 2 علشان يكلم رجالته ويدوهم الفلوس، بس تايلور اتخلص منهم بسهولة ورجع تاني خبط على الباب وبدأ يقتل فيهم كلهم، وكان في قناص بيساعده قعد يقتل فيهم لحد ما خلص عليهم كلهم. ودخل فك اوفي مشي معاه وحطه في شنطة عربية ومشي. جه الامير عاصف وكان ماسك اطفال وجند واحد منهم اسمه فراد، وجال واحد رتبة من الجيش وبلغه ان اوفي هرب وخلاه يقفل كل مداخل ومخارج المدينة. وواضح ان الامير عاصف ده تاجر المخدرات تحكم في المدينة كلها. وصل تايلور ومعاه أوفي لمكان وبلغ فريقه اللي كانوا في مركب قريب منه، ولبس الولد سترة وصوره ومشوا رايحين على المركب. وفريقه كان فيه مشكلة ان العصابة مش عاوزة تبعت لهم فلوسهم، وابتدى الفريق اللي على المركب بتاعه يتضرب وطلع ناس تقتلهم، وانهم اتعرضوا لخدعة كبيرة قوي واتقتل القناص بتاعهم كمان. وبلغوا تايلور ان في مراكب شرطة رايحة على مكانه وفي واحد كمان بيقرب عليه، وبدأوا يتحركوا. وطلع ساجو وكلم الولد علشان يروح له، وكان في طيارة رايحة تايلور. جري هو وأوفي وطاردهم ساجو، ركبوا العربية تاني واتحركوا وبتطاردهم الشرطة كلها. وساجو ركب عربية شرطة وبقى يتخلص من عربيات الشرطة عشان يطاردهم لوحده، وكملوا المطاردة بس اتحاصر تايلور فخد أوفي ودخل مبنى وطلعوا وراه جنود كتير وبقى يتخلص منهم واحد واحد. وظهر له ساجو في الآخر وبدأوا يضربوا في بعض، واضح انهم كانوا متكافئين وقعدوا يدبوا في بعض بالمسدسات والسكاكين كمان. بس في الآخر عربية ضربتهم هما الاتنين والجنود خدت أوفي. فاق ساجو وخلص عليهم وخد الولد منهم. وجي تايلور بعربية نقل وخبط ساجو واخد اوفي ومشي، وعربيات الشرطة والجيش كمان وراه. ولما لقى مفيش فايدة نطوا من العربية تحت كوبري والعربية انفجرت، وخد اوفي ودخلوا مكان وجاب مواد طبية وقعد يعالج نفسه. اتصلت بيه نيك وقالت له على ساجو وانهم ضحكوا عليهم وقتلوا باقي فريقهم كله، ان في مكان هيبعتوا له طيارة، وقالت له سيب الولد لان المهمة اتلغت. واضح انه مش هيسيب الولد لانه خسر ابنه اللي كان مريض. ركبوا عربية ولسه يتحركوا لقوا عصابة عيال صغيرة ضربوا عليهم نار. رمى تايلور قنبلة دخان وقعد يضرب في العيال ومش عايز يقتلهم. وصلت هليكوبتر تدور عليهم فنطوا في مكان الصرف، وقال لنيك انها تبلغ صاحبه جاسبر اللي موجود في داكا علشان يروح له. وفعلا جه خدهم جاسبر ووداهم بيته، وقال لتايلور ان الاماكن كلها اتقفلت بسببك، وسابه ومشي. جاله تاني يوم وقال له ان الولد ده هيموت اكيد وان في مكافأة كبيرة للي يسلمه 10 مليون. وحاول يقنع تايلور انهم يسلموا الولد وياخدوا المكافأة. واكتشف تايلور ان صاحبه بلغ عنه وبدأ يضرب فيه. جاسبر قال له ان عاصف صاحبه وعاوز يديله الولد وياخدوا منه فلوس كتير، وحاول يطلع يقتل الولد بس تايلور وقف قدامه وقعدوا يضربوا في بعض. ولما اتغلب جاسبر على تايلور نزل اوفي ومسك المسدس وقتل جاسبر. واتصل تايلور بساجو وقال له انا محتاج مساعدتك، وقابله وعملوا خطة مع بعض علشان يخرجوا اوفي على الهليكوبتر. ساب اوفي مع ساجو واخد الاسلحة كلها وبدأ يدمر في الجيش علشان ساجو يهرب بعربيته هو واوفي. ووصلوا المكان مقفول بالعربيات وناس كتير بتحاول تسيب البلد. نزلوا وبدأوا يمشوا وكان الحراس معاهم صورة لأوفي، وبعد ما عدوا جندي وقفهم. ولما اتعرف على أوفي بدأ ساجو يقتل فيهم وبدأت الحرب. وساجو كمان كان جامد وعمل حرب صغيرة على الجسر وركب أوفي أتوبيس واقف. وكمان جت العربية بتاعت نيك وساعدت ساجو انه يخلص على الجنود. وكمان تايلور ماشي ورايح لهم وهو في طريقه عمال يقتل الجنود اللي بيقابلوه. ونيك فجرت الطيارة اللي كانت بتحاول تقتلهم. وصل تايلور للجسر وبدأ يقتل الباقيين بس ما بيخلصوش علشان بيبعتوا غيرهم. وقع ساجو بعد ما خد له كام رصاصة بس قام برضه لحد ما القناص جاب دماغه، وانا كنت خايف يقوم تاني بصراحة. وبدأ القناص اللي هو مع الامير يقتل في فريق تايلور، وبدأت نيك تدور على القناص. ونزل اوفي ومشي عشان يوصل لاخر الجسر او يشوف حد يعرفه. والقناص جاب طلقة في تايلور اللي وقع على الارض بس استخبى بعدها. وفي اللحظة دي نيك شافت القناص راحت مفجرة دماغه. ايوه كده الراجل ده كان مضايقني من بدري. وصل اوفي لتايلور وقعد يعيط عليه وقال له تايلور اجري بسرعة واركب الهليكوبتر. وهناك كانت نيك خلصت على الجنود القريبين وقام تايلور يخلص على الباقي. ونيك حاولت تحميه بس تايلور جات له طلقة في رقبته والظاهر انها طلقة موت. زحف لحد اول الكوبري وافتكر ابنه ووقع من على الكوبري في المية. وركبت نيك واوفي الطيارة
وبعد كده نيك قتلت الامير عاصف علشان تنتقم لتايلور. وانتهى فيلم النهارده، واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه واعمل لايك وفعل الجرس عشان تشوف كل جديد، ونتمتع مع بعض كل يوم بقصه جديده. وما تنساش تعمل شير للفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.